يا مساء الفل يا كرويين، ايه الاخبار؟ معاكم بافلي جرجس في اشغال كرويه. النهارده هنتكلم عن سوق الانتقالات الشتويه واخر اللي بيحصل فيه، واحنا في اخر يومين في سوق الانتقالات خلاص على وشك الانتهاء. شوف بقى اللي حصل النهارده في اليوم اللي قبل الاخير، وهنستنى كل اللي هيحصل بكره، ودايما الاكشن كله بيبقى في اخر الساعات من سوق الانتقالات. خلينا نشوف برضو الاكشن اللي بيحصل في ليفربول وحاله عدم الرضا من يورجن كلوب وصلاح والكلام كله هناك، وهنشوف برضو اخبار الدوري السعودي ونادي النصر واخر الصفقات اللي بيعملها، حال ليفربول في السوق، وحال الانديه الكبيره لحد دلوقتي. فمن غير رغي كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. ونروح لمانشستر سيتي اللي جاب اللاعب بيروني الارجنتيني صاحب ال 20 سنه من فيليز فاسيل. ده انا اكيد بقوله غلط، قولوا لي لو عارفين واحد في الكومنتات النادي ده او عارفين اللعيب دوت. والصفقه مدتها 5 سنين وكلفت النادي تقريبا 8 مليون يورو. واحنا في مانشستر سيتي فهنتكلم طبعا على كانسيلو اللي راح على سبيل الاعاره لنادي بايرن ميونخ. والله اعلم بيب جوارديولا بيفكر في ايه وازاي، حتى لو هو مش ضامن الدوري وحاسس المنافسه قلت وسايب الدوري الارسنال وخلاص تركيزه مش فيه، وانت مكمل في الكاس، فانت كمان عندك دوري ابطال اوروبا والموسم ده نار وتوب، وبعد ما خسرت من ريال وخرجت من نص النهائي فانت اكيد طموحك انك تاخد بطوله دوري ابطال اوروبا وانت مرشح من المرشحين الاساسيين ليها. فمنين تروح وتسيب كانسيلو بقيه الموسم اللي كان اساس وارتكاز وعمود من اعمده الفريق، تسيبه يروح على سبيل الاعاره؟ الله اعلم مبلغ كان، وايا كان فانت ما عندكش غير نيسان اكي اللي بيلعب بقاله فتره اساسي على كانسيلو في ناحيه الشمال. لكن الله اعلم هل نيسان اكي هيسد فراغ كانسيلو دوت ولا لا؟ ده اللي هيبين لنا الايام، وهيبين لنا بيب جوارديولا هل غلط في قرار انه يطلع كانسيلو على سبيل الاعاره ولا لا. من مانشستر سيتي لايفرتون اللي بيخلص في لاعبين من تشيلسي. حكيم زياش صفقه مقابل 25 مليون يورو، كاليجر مقابل 40 مليون يورو. الناحية التانية تشيلسي بترد على الصفقتين اللي طلعوا من عندها دول بلاعب مالو من اولمبيك ليون مقابل 30 مليون يورو. واحنا لسه في ايفرتون برضو، كان الكلام اليومين اللي فاتوا على اللاعب دنجوما اللي جاي لهم، وصفقة كانت خلاص شبه خلصانة، واللاعب فعلا سافر لانجلترا وابتدى مدينة ايفرتون عشان يخلص صفقة ويعمل التحاليل الطبية. لكن هو ماشي في الطريق كده شاف جيرلز داخلين نادي توتنهام عجبوه، فقال لهم يا جدعان انا كيفي جاي من نادي توتنهام، دخلوه نادي توتنهام. فسبحان الله والمحو الصدف، دنجوما ما يخلصش نادي ايفرتون ويروح لنادي توتنهام ويمضي معاهم، ويسيب نادي ايفرتون باللي في ايفرتون ويروح للجرز اللي في كلوب اللي في نادي توتنهام. اللاعب الامريكي الشاب ويستون ميكيني بينتقل من نادي يوفنتوس اللي بيمر بازمات ومشاكل كتير قوي الفتره دي، بيروح لنادي ليدز يونايتد مقابل 30 مليون يورو. صفقة مفيدة جدا لنادي ليدز يونايتد، تدعيم جامد في الخط نص الملعب، واللعيب كان متألق جدا في كأس العالم. نروح بقى لأرسنال اللي حب يرد العلقة السخنة اللي خدها من نادي تشيلسي في صفقة اللاعب مودريك. بعد ما كان مخلص كل حاجة مع نادي أرسنال راح وعمل الكشف الطبي في نادي تشيلسي وانتقل لتشيلسي في آخر الثواني مقابل 120 مليون يورو، عشان أرسنال دلوقتي بيتفاوض مع اللاعب موزيس كاسيدو اللي كان بيخلص في الكلام مع تشيلسي. لكن أرسنال عرضت مبلغ أكبر من المبلغ اللي عرضته تشيلسي عشان يبقى اللاعب الكولومبي اقرب بكتير انه يوقع في ارسنال من انه يروح تشيلسي، وده اللي هيبان بكره في اخر يوم من سوق الانتقالات. ويا باشا تشيلسي لو كانت تدفع في اللاعب 50 مليون يورو، فارسنال حط على الترابيزه 70 مليون يورو توتو على كبوته، وانا جاي اخلص في اللعيب مش جاي اهزر. بالاضافه لموزيس كاسيدو اللاعب جاكوب اللي جاي من نادي سبيتزيا الايطالي، المدافع جاي لنادي ارسنال مقابل 30 مليون يورو. من ارسنال نروح على ليفربول اللي محتاجين نقف عنده دقيقه واحده بس. ما هو مش طبيعي انت لما يكون عندك اسهال تروح تجيب برشام صداع، ده مش منطقي ومش طبيعي. مش منطقي ومش طبيعي ان يبقى ليفربول معدل اعمار وسط الملعب عندهم اكبر معدل اعمار في الدوري الانجليزي كله، ومع ذلك بتروح تدعم خط الهجوم اللي انت عندك فيه اسماء كتير قوي، والدعم في الصفقات اللي فاتت بداروين نونيز وحاليا بجاكبو. ليفربول ويورجن كلوب اللي مشكلة وعقدة الموسم السابع دايما بتطارد يورجن كلوب بعد ما قدم 6 مواسم محترمين جدا مع بروسيا دورتموند، بيقدم موسم سابع أسوأ مما يمكن، هكذا وبيتكرر مع ليفربول. قدم 6 مواسم محترمين قدم فيهم أداء جيد جدا مع ليفربول، الموسم السابع يورجن كلوب بيعترف فهو عارف إن أداؤه سيء جدا في أكتر من مباراة خلال الموسم كله. واحنا في ليفربول بقى فالكلام دلوقتي على صلاح. يورجن كلوب ما عندوش اي مشكله ان صلاح يتباع خلال الفتره الانتقالات الجايه الفتره الصيفيه، اللي يحط 70 مليون يورو على الترابيزه هياخد صلاح والسلام عليكم. وحاليا الانديه اللي بتفكر وبشكل جدي في انها تخلص في صلاح هم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مع ان ريال مدريد اوقع بكتير لان الكلام كان هناك من بدري قوي.
وكان في اعتماد ان صلاح ما يجددش ليفربول وينتقل انتقال حر لريال مدريد، لكن دلوقتي كل اللي طالبه ليفربول هم 70 مليون يورو، واعتقد ان صلاح يستاهل اكتر من كده بكتير كمان. فانت شايف ان يورجن كلوب ممكن يفضل مكمل في النادي وعلى اسره صلاح ممكن يخرج من ليفربول ويروح نادي تاني، ولا يورجن كلوب ممكن يمشي وصلاح هو اللي يقعد؟ ولو صلاح ماشي فتفتكر انهي نادي مناسب ليه ومستوياته وامكانياته وهيقدر يخدم الفريق، والفريق وخطته وامكانياته يقدروا يخدموا على صلاح؟ نبعد بقى شويه عن الانديه كده عشان نروح لانتقال بس من نوع تاني كده، هو انتقال لاعب من منتخب لمنتخب. ابراهيم دياز لاعب اي سي ميلان بينتقل من المنتخب الاسباني اللي بقاله فتره كبيره جدا ما شاركش معاه من قبل كاس العالم عشان يروح منتخب اسود اطلس منتخب المغرب، وحاليا بتتم الاجراءات وخلاص قريب جدا هيبقى ابراهيم دياز لاعب في منتخب المغرب. بما اننا جبنا سيره منتخب المغرب فنروح على طول للعيبه منتخب المغرب اللي كنا مستنيين بعد كاس العالم وبعد تالقهم العظيم دوت ان احنا نشوف معظم اللعيبه دي بتنتقل لانديه كبيره في اوروبا. وده اللي بيحصل فعلا، انرابط اخيرا في كلام رسمي من نادي برشلونه، حتى لو مش هيتم الانتقالات الشتويه دي فهيتم خلال الانتقالات الصيفيه في شهر 6 الجاي. انرابط اللي مقدم مستويات عظيمه في كاس العالم ومقدم حاليا مع فيورنتينا موسم من احسن مواسمه، فهو على رادار برشلونه. وبشكل رسمي النهارده عز الدين قناحي لاعب وسط منتخب المغرب اللي شفناه بمهارته اللي كل المديرين الفنيين اللي كان بيلعب قدامهم بيطلعوا وبيشيدوا بيه، فهو حاليا بيمضي مع نادي اولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، واخيرا هنشوف قناحي في نادي كبير. من قناحي وللدوري الايطالي الحارس سيرجي حارس مرمى نابولي اللي عنده 36 سنه بينتقل انتقال حر لنادي فيورنتينا. وعلى طول على فرنسا لنادي باريس سان جيرمان، وهنا عايزين نقف عند حاجتين: سكرينيار اللي خلاص اتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان وهينتقل لهم بشكل رسمي خلال الانتقالات الصيفيه الجايه، لكن هو مضى العقد دلوقتي بس هيكمل باقي الموسم مع نادي انتر ميلان وهينتقل لنادي باريس سان جيرمان شهر 6 الجاي ان شاء الله. واحنا في باريس فميسي الدنيا حواليه كده مش مظبوطه، ولما طلع الفتره اللي فاتت كلام ان ميسي بعد انتهاء الموسم دوت ممكن يرجع لبرشلونه، شفنا كوندي وكذا لعيب تاني من برشلونه بياخدوا التويت او البوست دوت وبيعملوا له شير على حساباتهم الشخصيه. الله اعلم ده مؤشر ولا مجرد تحفيز ليونيل ميسي انه يرجع تاني برشلونه. كلنا نتمنى طبعا ان ميسي تاني يرجع برشلونه ونشوف ميسي زي ما بدا قصته كلها ببرشلونه، فنتمنى ان ميسي ينهي قصته في برشلونه برضه. ومن هنا نكمل كلامنا على لوكا مودريتش. النادي النصر قدم له عرض انه يروح يكمل معاهم الموسم دوت، النادي النصر يدفع لنادي ريال مدريد الجزء اللي باقي من عقد مودريتش الموسم دوت ويكمل معاهم الموسم ده، لكن مودريتش رفض خالص انه يروح الدوري السعودي واصر انه ينهي مسيرته مع نادي ريال مدريد. الصفقات اللي لسه مش عارفين هتتم ولا لا والكلام عليها هنستنى انه يتحسم بكره هي صفقه اللاعب انزو فرنانديز من بنفيكا لنادي تشيلسي. الصفقه بقى لها كتير قوي وعليها كلام من كل حته في انجلترا، لكن تشيلسي هو اقرب حد ممكن يخلص مع اللاعب دوت مقابل 120 مليون يورو، وده رقم كبير جدا طبعا، لكن انزو فرنانديز يستاهل الرقم دوت اولا لان سنه صغير وهيدي نادي كتير، ثانيا لان مستواه الفني عالي جدا وهو مقدم موسم وبطوله كاس عالم احسن مما يمكن. وما ننساش طبعا اداؤه ومستواه اللي تالق بيه مع منتخب الارجنتين في كاس العالم واللي كان عامل وسبب رئيسي اللي خلى الارجنتين تاخد كاس العالم. نختم بقى اخبارنا دي كلها بجوزيه مورينيو، ممكن يرجع تاني للبريميوم ليج عن طريق بوابه تشيلسي مره ثانيه يسيب اي سي روما. الله اعلم الكلام هناك على ايه، بس هو حاليا ماشي معاهم نتائج كويسه جدا وروما في مركز كويس جدا في الدوري الايطالي، فالله اعلم الكلام ده صح وهنشوف جوزيه مورينيو بيرجع تاني البريميوم ليج ولا لا. وكده تكون خلصت حلقتنا كرويين، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده يفرق معايا جدا، واشوفكم الحلقه الجايه وفي اخر اخبار سوق الانتقالات. سلام.